هسه الزلمة يدور حلوة ما يخالف بيها مجال، بس شو اليوم بناتنا حتى بناتنا يدورن حلو مو حلو انهجم بيهجم، كانت شو تسوون بيبويه؟ اذا حتى البت تدور احنا بالضيم بعد وشايفين شبابنا كل الا قبل العرس تغسله بكاغد سنباده، حتى الليفه ما تفيد والله. اي والعباس اكو جماعه والله الليفه ما تفيده والصابونه ودعتك، الا انه بش تودي الحمام السوق مرتين ثلاثه يلا تطلع بيه. زين هذا شلون ما يتزوج؟ فهذا مرض عند البنات، كون يعالجن بناتنا، خلي يتقن الله. اليوم زمان مو خوش زمان، والماده مستحكمه والانسانيه غايبه. اذا حتى البت تدور لا ابويا احنا نشيل من هاي الارض نشوف لنا غير. فشويه شويه تعاملوا بميزان. اذا يجي واحد يخطب بنتك وتشوفه ابن عائله وتشوفه خوش ولد وتشوفه يروح بدربه ويجي بدربه وتشوف حتى لو قدرته الاقتصاديه معتدله دون الوسط، زوج انطي، لان الرزق يجي بعد الزواج. اذا تزوج لانه كون يجيك غني، كون متمكن، كون عنده راتب، كون عنده كذا، هاي مو خوش رابطه. هاي لا تكره شيء وتحب شيء على هيك ضوء. بنتك يجوز بحاجه الى الزواج، زوجها واخلص، ما نريد نحكي كل شيء، زوجها واخلاص. ليش مكلب بيها؟ اذا يجيك ابن اوادم ويجيك خوش ادمي وابن عائله راتبه على قده، ابوه يساعده، امه تساعده، باني له غرفه على قد المستطاع. اليوم صايره عندنا فرد اشكال، لازم الطرقاعه السوداء ام البت تروح تشوف الغرفه. بت الاوادم الليله ليله علي ما اريد انزل عليك، انت والغرفه شنو؟ انت تروحي تشوفين غرفه بنتك شنو؟ هاي الفكره منين جبتيها؟ هاي منين جبتوا هاي الافكار وحطيتوها عقبه بالطريق؟ لازم الام تروح تشوف الغرفه والكنتور والتربايه عجبنها لو ما عجبنها. هذه خرافات خزعبلات. هسه تطلع لسانها شطوله الام تقول لا عاد انا اخاف على مصلحه بنتي، اخاف على مستقبل. مو بذن الامور، يا ما ناس بدت من الصفر تزوجوا وعاشوا، حطوا غراضهم بتنكه، حطوا غراضهم بمحمل، حطوا غراضهم بتشينكو، وحطوا غراضهم شلون ما كانوا. تعال شوفهم هسه قاعدين ببيوت وقاعدين باحوال وقاعدين بحياه طيبه وكريمه. ليش؟ لان اكو مبدا اسمه مبدا التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هذا مبدا اسسه الله لان تكون الحياه كريمه، لأن تكون الحياة طيبة. يا شيعة علي، مو هذا الصحيح اليوم في زواجنا لأولادنا وزواج لبناتنا، مو هذا الصحيح.